عشان الست تبقى اول حاجه تاخد راحتها وتهدى، وبعد كده تبتدي تطلع كل المخزون اللي جوه. ودايما عندهم في مشكله في انه الناس بتبقى فاكره ان الرقص الشرقي ده حاجه عيب او حاجه، لانه ده النظره بتاعه الناس على مراحل كتير من السنين، يعني انه ده حاجه مش حلوه. هي طريقه البراكتس، هي طريقه ان انت ازاي بتقدمي حاجه تقدري تطلعي للناس فيها بطريقه حلوه، من غير ما يكون فيها حاجه مبتذله، من غير ما يكون فيها حاجه خدشه. وان انت تفهمي الست انه من خلال الرقص ده هتقدري توصلي للشخصيه او لنفسك. يعني اهم حاجه ان انت توصلي الاول اللي داخلك اللي جواكي وتنظفيه وتصحصحيه وتفكري انت عاوزه تعملي ايه بعدين. فالرقص بيعمل ده زي الرياضه. لما انت هو قال واحنا بنتكلم قال انه حسن قال انه عنده انه الرياضه تبقى زي ديسيبلين، زي هابت، زي عاده. فان انت تاخد العاده دي وتفكر فيها ان ازاي انا ممكن الرياضه دي هتغير لي حياتي. هي بتغير الحياه، الرياضه بتغير الحياه، الرقص بيغير الحياه. ايه نقطه يعني التحول اللي خلتك تقولي انا هعمل الكلاسز، انا هدخل الفيلد ده؟ انا بحب انا من وانا صغيره يعني قلتها قبل كده بس برضو تاني، انا من وانا صغيره برقص من وانا عندي 3 سنين. كنت عارفه الطفله المعجزه كده، بتكلم بجد، بمسك مرايه كده في البيت وبقعد في الاوضه بقفل الباب واجيب بقى حاجات بروبس ولبس واخترع كده من وانا قد الفستوكه كده. فمامتي كانت دايما تدخل تلاقيني برقص ب3 ساعات 4 ساعات. فدي كانت الطاقه بتاعتي، دي الحاجه اللي كانت ما كانش فيه لعب وما كانش فيه خروج زي زمان، وما كانش فيه بي اس وما فيش. فكانت طريقه مختلفه في ان الشخص او الطفل يطلع الطاقه بتاعته دي. فانا ما كنتش بنزل في الشارع يعني، اوقات كنا بنعمل كده، بس انه يوجولي يا بنرقص يا بنمثل يا بنقعد نتكلم يا نلعب ضلال وكده. فجت الفكره انه انا لقيت نفسي بنساق للحته دي، بحب الحته دي، بحب ان انا برقص. لما برقص ببقى مبسوطه. فده كان على طفله صغيره بترقص مبسوطه. شويه شويه ابتدت تتطور معايا، ان انا لغايه لما بقيت مثلا ولا مره وقفت ارقص. يعني في عز ما انا كنت مثلا ببقى متضايقه او تعبانه او بيحصل حاجات مشاكل كتير في البيت او مشاكل في حياتي الشخصيه او في الجامعه او في يعني على كل المراحل دي، كنت دايما بلاقي نفسي بروح على المرايه الميوزك وانا ونفسي. بس كانت اكسبيرينس، كانت بالنسبه لي تجربه. وبعدين خلعت خالص ودرست، يعني خلعت يعني طلعت بره الموضوع ودرست في لبنان وعشت في لبنان فتره. وهناك بقى ابتدت حته ان انت التويست بتاعتي لما انا كنت في فتره ما بخرجش خالص، وكان في مشاكل كتير جدا في لبنان والوضع الامني وكده. فكان كل حاجه بعملها ان انا بقعد برقص، عاوز اخرج. ما هو انت هترقص ازاي؟ هترقص في البيت؟ انا كنت برقص في البيت بس يعني مش طول الوقت، بقى في ولاد وحياه وكده وجوزي وبتاع وشغلي وكنت بشتغل كمان. فلقيت نفسي ان انا في حاجه ناقصه. I am not me، انا مش انا عاوزه حاجه، في حاجه ناقصاني. هي ايه الحاجه دي؟ فابتديت اعمل الكلاس بتاعي ده وابتديت الحكايه. هناك ولا هنا كمان؟ هناك كمان. وكانت يعني انا ما كنتش عامله اعلانات عنها خالص يعني، ولا كنت حاطه على السوشيال ميديا، ولا كانت فيري برايفت. وساعه مره واحده في الاسبوع، لانه هي اتس ماي باشن. يعني انا مش بشتغلها، ده مش شغلي، ده شغفي في الحياه يعني. فانا شايفه ان دي حاجه بتخليني انا مبسوطه. وحبيت ان انا اوصل ده للناس. فقلت لا، اذا دي حاجه بتبسطني انا عارفه ان انا هقدر اوصلها لاكتر قدر من الناس، وده اللي حصل. فالحمد لله يعني اتس حاجه يعني تاخد صدى كويس يعني. ولسه حسن احكي لنا ليه انت اختار براند اللوجو الجوريلا، ودلوقتي الناس كلها شرابات والناس كلها تبعت لك اول ما حد يلاقي والله بصي اقول لك حاجه. يمكن انا ما ابتديت على السوشيال ميديا في زمان، يعني ايام بقى لما كان انستجرام فيديو دقيقه وما فيش ستوريز، وكان هو في فيسبوك وما كانش فيه تيك توك. فانا يعني 2016 بس. فيمكن عشان اصلا الباك جراوند بتاعي بزنس وماركتنج، فانا بعمل القصه دي عشان في الاخر يبقى فيها شغل ويبقى فيه براند وكده وبتاع. فانا دايما بقول ان الناس مش الناس موضه. انا همسك نفسي 10 20
30 سنه بس براندز ليف بيبل دونت. فعشان انا عندي باك جراوند بتاع بزنس كنت عايز اكريت براند، فقلت لازم نعمل براند يبقى البراند هي اللي بتتحط وحسن ريبريزنتس البراند، عشان بعد كده البراند دي تنفع تطلع منها برودكتس اونلاين ترين. ده اللي احنا عملناه بقى، لبس اونلاين تريننج وبرودكتس وابلكيشنز والكلام ده كله وكده. وبعد كده تحولت ان هي بقت اسمي انا في الاخر يعني. فكنت شغال ساعتها مع ايجنسي ساعتها، فقلت لهم عايزين نعمل القصه دي، فقالوا لي ماشي خلاص ليتس ثينك اباوت ات وبتاع. وكان كل بقى الشركه رايحه ان هو بقى لوجو مش عارف شكل واحد مش عارف ايه بتاع. فحد منهم اللي كيم اب ايديا ان بعت لي زي مالتيبل تشويس تيست كده، اذا اتحطيت في موقف كذا تعمل ايه ولا بي ولا سي، اذا مش عارف حد هجم على عيلتك هتعمل مش عارف ايه ولا ايه، كلها اي بي سي. فطلع انه فرق، فجاوبته. انا فاكر حد بيلعب معايا في الحاجات اللي هي الكويزز اللي بتتبعت اللي هي، فجاوبته وبعته له. قال لي طب ماشي خلاص بتاع مش عارف ايه، بشوفك هحكي لك وبتاع. بعد كده فات يومين ثلاثه واتشغلت وكده، فرحت لهم المكتب لقيتهم بقى مطلعين لي لوجو جوريلا وبيوروا لي ايه جوريلا. قلت لهم ايه جوريلا جت ازاي؟ طلع ان ده تيست بيشوف انت صفاتك مش الشبه، يعني سيبك من الشبه شويه بس صفاتك صفاتك كبيهيفير شبه انهي حيوان. فانت لو بصيتي برضه على الغوريلا اصلا اول حاجه بني ادم بياكل خس وعايش في الشجر وبيسفل جدا وما بيجيش وما بيضايقش حد وبتاع. انما اذا جيتي عليه هيزعلك، اذا جيتي على عيلته هيبهدلك، فاهم قصدي؟ اذا دخلتي في الحته بتاعته هيجي يعني طول ما هو انت من بعيد لبعيد وبتاع لطيف جدا وبينام وبيتشعلق من الشجر وبيتشقلب وبتاع راجل بيسفل. فطلع ان انا يعني كشخصيه صفاتك قريبه من صفات الجوريلا. فجت بقى بعد كده ما اتعملت لقيت كليكت. وهي في الاخر ان انت انا دايما بحاول اعمل ايه، ان انا اما انا ابتديت اتكلم على السوشيال ميديا في الاول كنت بتكسف وكنت بالاول بتكلم في التمرين الطبيخ مش عارف ايه. بعد كده انا جاي كومفورتبل شويه بقى بقيت اشيل قصصي وحكيت بتكلم زي ما انا قاعد معاكم كده. فالناس بتايدنتيفاي مع الشخصيه اكتر، ان انت انا ما عنديش شخصيتين. يعني انت لما تشوفوني على السوشيال ميديا وتقعدوا معايا ورا الكاميرا هتلاقوني زي انا قدام الكاميرا ما عنديش شخصيتين. فالناس لما بتشوف القصه دي بتعرف بتريليت للبراند اكتر، عشان كده الناس بتصدق فيها وبتلبس لبس وبتعمل حاجه وبتشتري حاجه وكده. صح هتستوي. رشا بتفكري في يوم تفتحي مكان خاص بيكي تطوري الرقص ومن منظورك من فكرتك انت؟ بصي هقول لك حاجه، هو ده حاجه وان شاء الله الحاجات اللي هي جايه قريب هي انا في عندي حلم اكبر. مش بحب اتكلم قوي عن الاحلام لان انا اي دونت بليف ان انا يعني مش بحب اقول حاجه الا لما ابقى عارفه ان انا هقدر احققها في القريب يعني. بس ده حاجه من الاحلام بتوعي، ودي حاجه من الحاجات اللي هتحصل ان شاء الله قريب، وانه هتتطور هتروح على حته تانية شويه، هتبقى حاجه جديده خالص عن للعالم العربي، مش متعودين يشوفوا حاجه زي دي. فان شاء الله تحصل يعني المفروض الفتره اللي جايه، وده البلان. حاجات هتبقى اكتر استعراضيه، يعني انا عاوزه اعمل حاجات اكتر للاستعراض، اقدم فكره مختلفه خالص للرقص الشرقي العربي بتاعنا بطريقه مختلفه خالص مسرحيه يعني ثياتريكال كده. فان شاء الله يعني دي حاجه من الحاجات. الاستوديو اكيد فيري سون يعني. تحبي تعملي موفيز؟ وهيبقى انا الكلاسز الرقص بتاعتي، بس هيبقى في حاجات تانية هتبقى حاجات داخله ليها دعوه باللي انا بحب ان انا اطرحه في يعني بافكاري. عشان انا دايما بالنسبه لي الرقص هو فكره هيلينج يعني علاجيه يعني، فانا بحب الحته دي يعني. لو ممكن يكون في حاجات ليها دعوه بالهيلينج بس مش اللي احنا دايما بنشوفه، ممكن يكون في رياضه في الاستوديو يعني، يكون حاجات معينه اختارهم بطريقه معينه مع الكلاسز بتاعتي. ودي قريب ان شاء الله، المفروض السنه الجايه. بتفكري تعملي ميوزيكال دانسينج موفي، او لو اتعرض عليكي هتبقي حابه تعملي حاجه كده؟ اتعرض عليا ان شاء الله. في مشروع داخله فيه ان شاء الله، بس I cannot say